وسلم على صلي وسلم محمد وارحمنا بهم وعجل فرجهم وترحم على عجزنا بحقهم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الميامين الطاهرين المظلومين. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام على من قسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه غبر وويلي عليك يا الخدك مترب، ويلي عليك يا الجسمك مسلب، ويلي عليك يا الشيبك مخضب. حسين حسين الحسين حسين يا بابي. يا حجة الله قد ضاق الخناق بنا، فأي رزء من الدنيا نقاسيه، كيد العدام هوان الغاصبين لنا، أم طول غيبة مولى عن مواليه. أكل يوم لكم يا ابن الزكي دم يراق هدرا ولا من ثائر فيه، وكم من قتيل قضى بين العدا عطشا، وفوق عجف المطاسي قد ذراريه، وبين من مات ظلما بعدما سقيت، والسم أحشاه ويلون لساقيه، مثل هذا الإمام المسموم المهضوم، وكأني بالزهراء تنادي وولدا وسيدا، بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب، ذاب قلبي بالمصايبهم ومن الراشة، كل صباح وكل مسية ينفقد من لي ولا، شردوهم بالفيافي ولا ياون ببلد، خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد،
بس حرم ويتام مدهوشين من عظم المصاب. بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر هاما وللوطن ما يرجعون، والقضوا بالسم غينا يا خلق ما ينحصون. بعض عندي بالمدينة وبعض هاما وبالبرور، بعض حصلوا لهم موارى وبعض ما حصلوا قبور. كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور، كم طفل مرمي بكتر حسين ودامي، وكم شباب دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني عن شمالي، والله ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح. الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق النبي الكريم بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وفرج عنا بحقهم يا كريم. اللهم صل وارحمنا بهم وعجل فرجهم وترحم على عجزنا بحقهم يا كريم. وعظم الله أجري وأجوركم في مصيبة استشهاد مولانا الإمام العظيم الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا هذه الليلة حول الغفلة. الكثير يغفل والعياذ بالله. نعم، فالغفلة هي مرض وبيل، كل العالم يغفل، كل بني آدم خطاؤون، كلنا نغفل والعياذ بالله عن أشياء كثيرة، أنه أول ما يلوث القلب والروح الغفلة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الغفلة أضر الأعداء. نعم، قد الإنسان نأتي لك هذه الليلة بعدة شواهد حول الغفلة. نعم، الغفلة والعياذ بالله، قد الإنسان تحصله في الشارع مثلا واقف ينتظر له شخص معين، يغفل أن هذا شارع، ما يدري أنه شارع، بس سبحان الله يعتري الإنسان الجهل الغفلة، يعتري هكذا والعياذ بالله. فربما يأتي راعي واحد شباب مسرع بسيارته، وهذا الإنسان غافل ما يدري، يفكر في أشياء كثيرة، يفكر في الدنيا، في أمور الدنيا، في أشياء كذا. على كل، وإذا بهذا قد يقع دهس، هذا يدهس يجي صدمة ويمشي عنه. وشنو السبب؟ السبب والعياذ بالله الغفلة والعياذ بالله. وما أكثر الآن هذا الجوال، هذا المصيبة الطامة الكبرى والله. حتى في الصلاة
في الصلاة الإنسان يصلي إلى الله سبحانه وتعالى، لما يدخل المسجد يشغل يشغل المصلين ويؤذي المصلين بهالجوال وبهالنغمات وما أدري شنو. كثير من الشباب هكذا والعياذ بالله. أنت بتدخل المسجد كم دقيقة بتصلي؟ يعني ما راح تأخذ نصف ساعة، ما راح تأخذ. وإذا هذا الوقت عندك ما شاء الله 12 ساعة، آلاف الساعات ليل نهار على هالجوال. ونحن إذا دخلنا في مساجد الله شوف شو نسوي بعد؟ نشغل أنفسنا بماذا؟ بهذا الجوال. هذا والله عجيب. هذا الغرب ما قصروا، غزونا بهذا الجوال، بهذه الآلات والعياذ بالله. وسائل المتنقلة والعياذ بالله، وسائل النقال هذا من جوال لابتوب، هذه الأمور. نغفل عن ذكر الله. يريدوا شنو منا؟ يريدوا منا أن نغفل عن ذكر الله. فإذا غفلنا بعد عن ذكر الله يصير حاجز أو حاجب بيننا وبين الله تبارك وتعالى. يجي واحد يقول والله أنا أصلي وأعمل الطاعات وبار بالوالدين، ولكن عندي حاجة متعسرة أريد أن يعني الله سبحانه وتعالى يساعدني على هالحاجة. ما أشوف سبحان الله، ما أشوف رد، ما أشوف استجابة. شنو السبب؟ والعياذ بالله السبب البعد عن ذكر الله. هذه الغفلة مصيبة والله من المصائب. نعم. وبعض الناس تحصله يؤذي الآخرين. كم فقدنا من الشباب. وشنو السبب؟ فالسيارات، الجوال، يمشي كبير ما شاء الله، الله يحفظ الشباب، تحصله واضع الجوال على هالطبلون، والآن بعد له كرسي خاص ويطالع وما أدري وين الله مسبه. طيب هؤلاء اللي حولك خلق، أنت مسؤول أمام الله، والعياذ بالله مصيبة والله من المصائب. مو بس بعد حتى بس في المساجد، مثلا في مآتم الحسين يشغل نفسه، ما يسمع الخطيب شو يقول، ما يستفيد بهذا الجوال، وبالسيارة بهذا الجوال، وهو بينام بهذا الجوال. والله وحقك من منا يقرأ القرآن ساعة كاملة في اليوم؟ وإحنا كم نقعد على الجوال؟ يمكن 24 ساعة، ولا القرآن يمكن 10 دقائق بعد إذا فكرنا نقرأ القرآن مجلسين حاطينه وضعينه على التلفاز وصاير عليه الغبار والتراب، بعد ما نحرك هذا القرآن. متى؟ بس إذا دخل علينا شهر الله، شهر رمضان، الله بلغنا وياكم، يلا فتحنا القرآن. هذا مصيبة والله. يوم القيامة من ضمن الذين يشتكون عند الله هذا القرآن العظيم. السبب نحن نهجر هذا القرآن، ما نستفيد. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. ماكو ضلال اللي يتمسك بالعترة وبالكتاب، أكو ضلال بعد؟ ماكو ضلال. نعم. شواهد من سبب الغفلة والعياذ بالله، الإنسان يغفل عن ذكر الله. يجي العائلة الكريمة ويروحون وين؟ الاستراحة مثلا إلى النخيل، ويغفلون عن الأولاد الصغار. واحد له 3 سنوات 4 سنوات يمشي على راحته، وإذا يوقع نفسه وين؟ في البركة، في المياه. شوية ربع ساعة نصف ساعة، تعالوا وين فلان؟ ما شفناه. وين فلانة؟ يدور يبحثوا عنه، يشوفه خلاص الرجال ميت، انتهى. هذا شنو ذنبه المسكين والله؟ كما نسمع أشياء مصايب والله. واحد قبل أقل من شهر، يعني كم سنة، هذا مسكين وسنتين، هذا نفس القضية. وين مات؟ قالوا غرق. شنو السبب؟ الأب والأم والأخوة اللي حواليه. علينا إذا ذهبنا في هذه الأماكن أن لا نغفل. شنو السبب هذا؟ الغفلة والعياذ بالله. ليش نغفل؟
وبعدها يلا نندم نقول ليش وشلون، ويا ليت ما جينا، ويا ليت ما صار، ويا ليت ما استوى، ويا ليت. هذا الندم ما ينفع والعياذ بالله. أحد العارفين، أحد الخطباء، ينقل واحد من المؤمنين من الثقات، يقول له يوم من الأيام، يقول بيته تحت الإنشاء، تشطيبات بسيطة، لعله تشطيبات بسيطة، يقول داخل في أحد الغرف كان يقول يرش الماء. بعد ما رش الماء طلع، سكر الماء وطلع، يقول سمعت صوت خلف الجدار. شنو هالصوت هذا؟ يقول سبحان الله، وهذا التفت أتقرب وإذا شباب 4 أشخاص من الشباب، وإذا بهم هؤلاء يشاهدون أفلاما إباحية والعياذ بالله. وكم عمر هذا؟ هذا أبو 10، هذا أبو 12، هذا أبو 13. شو معرفهم بهالشغل هذا، بهالعمل هذا والعياذ بالله. وشنو السبب هذا؟ الغفلة. نحن علينا أن لا نغفل عن أبنائنا. يوم القيامة بعض الروايات تقول يأتي هذا الابن ويشتكي إلى الله على والده، يقول يا الله خذ حقي من هذا الوالد الذي ظلمني في دار الدنيا. العجيب، شوف هذا اللي أنا تعبت نفسي عليه، أموال، أنفق أموال طائلة في الدراسة حتى يتحصل على مرتبة، على وظيفة، وإذا يوم القيامة يأتي يشتكي علي. فعلينا شنو السبب؟ يقول خذ حقي يا الله من هذا الظالم، هذا ما وجهني في دار الدنيا، ما علمني هذا الخطأ، ما علمني وين الصواب وين الصحيح. علينا أن نلتفت إلى الأبناء، هم يعني ذروة المستقبل، الله يحفظ الآباء ويحفظ الأبناء. علينا كل يوم، كل أسبوع تقعد على الأقل نصف ساعة يم هذه البنية، شنو الشاهد في الأيباد، في هذا الجوال، نفتش هذا الابن، هذا شي شاهد، شي طالع. مصائب والله، مصائب. وكلها شنو سببها؟ أننا نغفل عن الأبناء. وشوف تعال ووجه الابن هذا شلون يتوضأ، شلون صلاته، شنو يقرأ سورة الحمد. علينا دائما أن لا نغفل عن هذا الأمر. مهم والله، مهم جدا تربية الأبناء. البعض قد يقول والله أنا شلون أقدر أربي هذا الابن، الأجواء يعني أجواء الشارع، ناحية المدارس، وين أربي وين؟ عليك أن تحذر كل الحذر. شلون يعني الإنسان تصل به النوبة والعياذ بالله، يغفل عن ذكر الله، حتى عن كل شيء يغفل. شنو السبب؟ السبب الضياع، السبب في الشوارع. تحصل نصف ليل الساعة 1 2 الشباب يتمشى في الشوارع، وين بتروح هذا؟ مر علينا زمان الله يحفظ الآباء، قبل 40 سنة 50 سنة يمكن بس عند المغرب الواحد ما يشوف أحد في الشارع، بس يصلوا يدخلوا في بيوتهم. والآن تبدلت الأوضاع، الآن يسهروا للصبح وكلها جلسات، وإن شاء الله تكون هالجلسات بعد مفيدة، وما أكثر الديوانيات كلها والعياذ بالله تبعد عن ذكر الله والعياذ بالله. نعم، صلوا على محمد وآله. أحد المؤمنين ينقل هذا، يشتغل في مكاتب هذا اللي يجيبون الخدمات، هذا من ضمن أنقل لك شواهد يعني واقعية وقعت يعني والعياذ بالله. جايبين خدامة ويلا ترعى هالأبناء، حتى أنه تذكر لي أحد المؤمنات تقول إن كنت أدرس في الروضة، واحدة جايبة ولد إلها تقول له كلش أنا ما يعرفني، أنا ولدت، تقول ما يعرفني. ليش؟ خلص الخدامة. وين إحنا والله وصلنا له؟ والعياذ بالله. تقول الخدامة يعرف لها ويفهم. شنو وين والله؟ من مشاكل الخدمات التي وقعت في المجتمع والعياذ بالله،
هذا من ضمن المصائب التي وقعت والعياذ بالله. خدام كذا يعني جنين طفل تو جاي إلى الدنيا شهر شهرين، يلا تولت الخدامة وقايمة بشاي بشيلة وتطهيره وتغسيله وتنظيفه وإلى آخر ذلك. كبر، يقولون هذا الطفل وصل إلى الرابعة إلى الخامسة من العمر، خلاص هذه الخدامة عندها حقد في قلبها والعياذ بالله، حقدت على هذا الطفل. ولكن ماذا صنعت يا ترى؟ يقول أحد المؤمنين الذي يعني نقل القضية، يقول والله شو مسوية، خلاص اللي بكرة راح تسافر السفر نهائي ما جاي ترجع. ايش سوت؟ وضعت إبرة الخياط، هذا سم الخياط كما يعبر عنه القرآن، الإبرة الضعيفة، وضعت هذه الإبرة في رأس هذا الولد في الدماغ. هذا بعد ما طلعت وضعت هذه وطلعت على طول، وصلها إلى المطار. هذا أخذ في الصياح في البكاء، نصف ساعة ساعة ساعتين ما جاي يسكت. قالوا إيه هذا بعد فقد الخدامة راح يصيح عليها. شنو والله ساعة ساعتين 3 4 5 6 ساعات، وإذا بهذا الابن يقع متوفى مات. عجيب. قال الأبو هذا مصيبة، أكو سر في صاير شيء، يعني معقولة هذا خدامة على صياح يموت؟ ما يعني شيء عائق والعياذ بالله. فذهبوا به إلى المستشفى، خذوا عليه فحص وشعة، فوجدوا الإبرة وين؟ في رأسه. هذا اللي مما أدت إلى وفاته والعياذ بالله. هذا يعني مصيبة والله الخدمات هذه. وشنو السبب؟ السبب الغفلة والعياذ بالله. قد الإنسان يغفل في كل الأمور، قد الإنسان يغفل في أشياء كثيرة والعياذ بالله. والأدهى من ذلك والمصيبة البعد عن ذكر الله. الإنسان لما يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا مصيبة من المصائب. بعد شنو اللي يبرر بعدين؟ هم بعد يقول أنا ما شلون ما سويت يا ربي، شلون أنا؟ لا أبد، هذا مصيبة والله من المصائب. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا شنو السبب؟ بعد نفس الشيء الغفلة. الإنسان يغفل عن ذكر الله، فإذا هذه الغفلة شنو اللي تؤدي إلى قسوة القلب، تجعل القلب قاسي. وشنو السبب؟ الغفلة والبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان قسى قلب خلاص الإنسان انتهى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو نكتة سوداء تقع على قلب هذا الإنسان، فيصبح هذا القلب مقطى بالسواد. بعد ما تنفع فيه لا موعظة، لا تنفع فيه يعني الواحد الإنسان يعني يرشده إلى طريق الصواب إلى الخير، ما ينفع وياه. خلاص القلب مسود والعياذ بالله. هؤلاء الذين قتلوا أهل البيت من بنو أمية من بنو العباس، شنو سببه؟ السبب هو الغفلة عن ذكر الله والتعلق بالدنيا. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا الإنسان تعلق بالدنيا والعياذ بالله بعد خلاص يعتبر يغفل عن ذكر الله. وإذا غفل عن ذكر الله والعياذ بالله ربما أنه يعمل المعاصي، يرتكب الذنوب، يقتل البشرية، كل واحد عنده. ليش؟ لأنه قسى قلبه. فإذا قسى القلب والعياذ بالله مثل هذا يعني بنو العباس شلون قتلوا، شلون تجرؤوا
على قتل الأئمة سلام الله عليهم. شنو السبب؟ السبب التعلق بالدنيا، السبب الغفل عن ذكر الله، السبب حب الدنيا. نرى هذا الطاغية المعتمد العباسي الذي ماذا صنع بإمامنا الإمام الحسن العسكري؟ دس له السم. تقول بعض الروايات عدة مرات دس للإمام السم، ولكن هذه المرة لا غير المرات. لما سقي ذلك السم النقيع وإذا بالإمام يتقلب على فراش الموت، على فراش العلة. أين المنادي وإمامه وسيدا؟ لكن لما حان حينه أوصى بوصاياه إلى ولده. لما حان حينه عرق جبينه، سكن أنينه، اصرخ ونادي وإماما وسيدا. شلون سموا الإمام؟ هذا السم لما يصل إلى جسد الإنسان يخضر لونه، يتغير أحواله. لكن لما قربت منه المنية عرق جبينه، سكن أنينه، مد يديه ورجليه وفاضت روحه. أين المنادي وإماما وسيدا؟ قس له ولده صلى عليه. يلا كلنا نشيع الإمام. لا إله إلا الله محمد علي. لا إله محمد علي. وضعه في قبره، لكن يا مؤمن لما وضع الإمام في قبره ما داست عليه خيول الأعوجية، ما فصل راسه. اصرخ ونادي وحسين وسيدا. شفنا والله، شفنا اليموت يجي دفان، يحفر قبر ويفصل أجفال. ما شفنا اليموت يضل ريال وتلعب عليه الخيل. من عادة الميت يصير على الترب خده. اي والله هذا العادة الجائرة بين المسلمين، أنه إذا مات الميت يغسل، يكفن، يحنط، يوضع في قبره. ولكن بأي حالة يوجه بوجهه وين؟ ناحية القبلة.
ولكن اللي ما عنده راس شلون يسوي بيها؟ من عادة الميت يصير على الترب خده، شلون دفنت حسين وراس ما عنده؟ يقلها عمه زينب بدل راسه صار على الترب نحره. يلا سعد الزهراء النوح يا زهراء على من هو تنوحي، ناحج على المسموم لا ناحج على حسن. حنت ونادت والدمع بالخد باد، ان تسألوني يا خلق كلهم مولاه، لكن مصاب حسين صاطي في فاه، واعظم علي انا عناعي على حسين. حطيت الاولاد المآتم وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بستر الباب مكسور، ابكي على اولادي ذبايح يوم، واعظم علي لا عناعي على حسين. انا على اولادي ابد ما فتر من النوح، اما على مسموم ولا على مذبوح، حتى الى بغداد بتعنى وباروح انصب عزل كاظم بعد وانعى على حسين. لا تحسبوني للرضا في طوس ماجي، ولا إلى بغداد ما رحت تعله، كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت، واعظم علي انا الناحي. إذا مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزالة، ناس تجهز وناس تجيب شيالة، وعزيز الزهرة دوس الشبر بن عالة حسين اي شو تقول زينب؟ ها تقول انا سمعت يون وتقربت له، انا شفت الولي متوسد يده، انا شفت 1900 جرح به، مو جرح واحد وداوي، يا جرح شد يا جرح خليه، واذا بالنداء من الحسين يا زينب كل جرح بعضايع وفيه، بس جرح المثلث جعله. تشم حسين وتقلب لجرحاء، ولأن الشمر يوكزها برمحه. من غسله ومن حفار قبره، ومن جهزه ومن جاب صدره، بس الخيل تلعب فوق. نخوة بالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. نخوة نخوة بالوصي حمل حمية، نخوة نخوة بالوصي حمل حمية، داخلين عليك بامك الزكية، وبهضم عمك وجبدك والدمية. نخوة نخوة بالوصي حمل حمل، نخوة نخوة بالوصي حمل، وبالشهيد حسين تجبر خاطري،
أنت عند الله وسيلة والذخر. أطلبك سيدي أن تزح عني كل عسر، رايدك تجبر القلب المنكسر، نخوة نخوة بالوصي حامل حمل، نخوة نخوة بالوصي حامل، واقف ببابك موالي جعفري يا أبو المهدي، اجيت بحاجتي وانت يا ابن الزهرة تعرف طلبتي، ادخل يا مولاي طال شدتي، نخوة نخوة بالإمام العصر، نخوة نخوة بالوصي حمل حمل، نخوة نخوة بالوصي، محتوي قلبي يا مولاي الهموم، وانت عارف بي ويا الغموم، يا المنقطع قلبك سيدي بالسموم، باسمك اتوسل وشابع ناظري، نخوة نخوة بالوصي حامل، نخوة نخوة حامل حمية، نخوة 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 بالوصي. يا الله بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وبأمه وأخيه وبتسعة المعصومين من ذريته وبني، صلى على محمد شافي كل مريض يا الله بحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله اللهم اكشف عنا سبحانه، يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا أما إلهي بالحسين الوجيه وبجده وأبي وبأمه وأخيه وبتسعة المعصومين من ذريته وبني، صلى على محمد وآل محمد شافي كل مريض يا الله، لا سيما مرضى المؤسسين والحاضرين ومن أوصونا بالدعاء لمرضاهم، اللهم صب عليهم العافية صبا صبا يا الله، يا ولي العافية يا الله، فرج عنا وعن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين، اللهم اطل في عمرهم وسع في أرزاقهم يا كريم، اللهم اجعل هذا المكان المبارك عامرا بذكرك، واحفظ أهله واحفظ القائمين بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ شيعة الحسين، اللهم احفظ مجالس الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة، وليا وغائدا ودليلا وعينا، حتى طوعا وتمتعه فيه الطويلة برحمتك. لا بأس توجه إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة،
السلام عليك وعلى جدك وعلى أبيك وعلى أمك وعلى أخيك وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام على الحسين وعلى حسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. مولاي أبا عبد الله في الغريب العاجل وفقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعة والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي علي بن موسى الرضا أيها الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك والأختك المعصومة والأخيك العاصم وعلى الشاهد العظيم. مولاي في الغريب العاجل وفقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا أبا القاسم يا حبيب الله. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل وخزان العلم ومنتهى الحلم وصور الكرم وقادة الأموام وليانهم وناصر الأبرار وداعم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان ومنار الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وأترة خيرة رب العالمين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى أولكم وعلى آخركم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ملائكة الله الحافين حول براحكم المقدسة المستغفرين لزواركم إلى يوم القيامة جميعا ورحمة الله وبركاته. ونهدي ثواب المحترمة